السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الخشاف السريع بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ويعني هيبقى معاكي جاهز على الأكل على طول خلال ساعتين. ولو أول مرة بقى بتتابعيني، أنا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا هنبتدي وهنشوف مع بعض الطريقة ازاي. اول حاجة هنا معانا البلح. طبعا بتبقي غسلاه كويس وقسماه كده اهوت ومقطعاه وشايله منه النقع. بعد كده هنا معانا المكونات بقى التانية بتاعتنا. معانا قراصية، ومعانا مشمشية، ومعانا طين، ومعانا زبيب. ولو حابة بس انك تضيفي البلح فقط ممكن، او عايزة تضيفي اي نوع من اللي احنا قلنا عليه مع البلح مفيش اي مشكلة. وهنضيف كمان هنا جوز الهند، حبة كده صغيرين من جوز الهند. هنقلبهم. وبعد كده هنضيف معانا هنا هوت سكر، ربع كده كوباية من السكر صغيرين كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا كل واحد حسب ما بيحب التحلية بتاعته عاملة ازاي، كتير قليل التحلية بتاعتك. هنقلب بقى كويس المكونات بتاعتنا كده مع بعض. وبعد كده بقى هنجيب مع بعض هنا اللبن، هو بقى اللي هيطرهولنا وهيخليه كده جاهز معاكي قبل الفطار بساعتين كده او ساعة. بصوا هنا كده اللبن بتاعنا بيبقى مغلي، انا كنت غلياه، ولو انت عندك بقى مغلي وركناه بتسخنيه كويس جدا، تخليه يغلي كده زي ما انتوا شايفين، يبقى سخن قوي. وهنضيف كده هو كمية لبن حلوة كده محترمة عليه كده زي ما انتوا شايفين كده. بتغطي كده لحد الوش بتاعه، حسب برضو ما انتوا بتحبوا كمية اللبن قد ايه. وهنقلب بقى كويس جدا كل المكونات دي. طبعا اللبن هنا لما يبقى سخن كده هو هيطري معايا المكونات كلها، وهيبقى مجهز معانا على الاكل في خلال يعني ساعة ساعتين بالكتير. بس كده، وهغطيه بقى وهركنه لحد بقى ايه ما كنت خلصت بقى كله. ساعة الفطار كان جاهز معايا، يعني انا كنت عاملاه هنا قبل الفطار كده بساعتين. جيت بقى هنا خلاص، كان المغرب بقى كان قرب جدا، فجيت بقى هنا كده انا جهزته اهو زي ما انتوا شايفين بقى، وفتحت عليه وكل المكونات طريت معايا وبقى جاهز خلاص على الاكل اهوت. بصوا نحطه بقى في الكوبايات زي ما انتوا شايفينه اهو. جربوا الطريقة دي، حلوة قوي وسريعة وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم بقى اكتبولي في الكومنتات، ولو جربتوها تكتبولي بقى وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. واستنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات كتير مع بعض بإذن الله. يلا مع السلامة.